السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحه جيده وبخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غادا نشارك معكم معسله من معسلات رمضانيه. غادا نشارك معكم نسال الطير او نسال العصفور بطريقه جد سهله ومبسطه وتجيكم شاربه العسل ومقرمشه في نفس الوقت، وغادا تعجبكم الى جربتوها ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو بطريقه التحضير والمقادير. غادي نبداو على بركه الله. هنا عندي كيلو ديال الدقيق يكون مغربل ومن نوعيه ممتازه. غادي نحتاج ليه 50 غرام ديال الزبده تكون من نوع حيواني، او تقدروا ايضا تعوضوا الزبده بنصف كاس ديال الزيت. غادي نحتاج الفلو ديال الكراميل كيف ما تشاهدوا معايا، او ديال الفاني، او من الاحسن الفلو ديال الفريز، يعني واحد النكهه زوينه. هنا ضفت 130 غرام. غادي نضيف جوج شاسي ديال السكر الفاني باش غادي نسمو، وشويه ديال الملحه. تقدروا تنسمو حتى بالسكر بزهره البرتقال حتى هو تيجي فيه يعني النكهه ديالو زوينه. وغادي نضيف جوج حبات ديال البيض. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضهم وغادي نجمعوهم بالماء يكون دافي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو، يعني راهم المكونات ساهلين ماهلين. وبالنسبه للعسل راه ديجا محضراه معاكم، نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. صافي غادي نبقى نجمع العجين غير بالماء يكون دافي. وكيف ما سبق لي وذكرت معاكم تقدروا تعوضوا الزبده بالزيت النباتيه. يعني انا هنا تقريبا ضفت معلقه كبيره ديال الزبده. نتوما ضيفوا نصف كاس ديال الزيت النباتيه. هنا غادي نجمع العجين غير بشويه غادي نبدا نضيف ليه في الماء. العجين خاصو يكون قاصح بحال الشكل العجين ديال المسمن. كيف ما غتشاهدوا معايا تنبقاو نضيفوا الماء غير بشويه وحنا تنجمعوا في العجين وتندلكوا فيه في نفس الوقت. صراحه هاد المعسله هذه راها ساهله ماهله. وبالنسبه للفلو اللي ضفنا راه هو اللي تيخليها يجيو فيها دوك الفقاعات كيف ما غادي تشاهدوا معايا في الاخير او شاهدتوا معايا في الاول. ودوك الفقاعات يجونا عامرين بالعسل، يعني تتجي مقرمشه ومعسله في نفس الوقت. يعني كيف ما تتعضوها تتحسوا بالقرمشه وتتحسوا بالتعليكه ديال العسل. هنا غادي نبقى نجمع في العجين حتى غادي يتجمع ليا مزيان. كيف ما سبقت وذكرت معكم خاص العجينه تكون قاصحه وندلكوها مزيان. العجينه ديال هاد نسال الطير او نسال العصفور بحال عجينه المسمن. كاينين اخوات اللي تيبغيو ينسموها هكا بالنافع وحبه حلاوه وسميتو. انا صراحه تنفضل هاد يعني ملي ندير فيها هكا الفلو تجي احسن وافضل، وتجينا حتى رطبه وهشيشه ما تجيناش قاصحه. يعني اللي بغيتو تحضروها هكا في رمضان، يعني تحطوها هكا في الطبله وتحطوا شويه الشباكيه شويه البريوات، يعني تيكون المعسلات ديالكم مختلفين. راني سبق لي وحطيت لكم فيديوهات قبل من هذا الفيديو فيه بزاف ديال المعسلات. الا كان تهمكم الامر دخلوا القناه عندي وغادي يعني غتاخذوا افكار ان شاء الله بالنسبه لرمضان. هنا خليت العجينه تقريبا واحد الساعه حتى تلقات. كيف ما شاهدتوا معايا راني درتها في البلاستيك الغذائي وخليتها تطلق. داك البلاستيك الغذائي وكيف ما خليتوها ارتاحت كيف ما تجيكم سهله في التقراص ديالها. هنا تنشكلها على شكل قرص صغار بحال الشكل ديال المسمن او ديال التبيد على حسب المقله ديالكم وعلى حسب الاختيار ديالكم. انا ما تنصغرهمش بزاف وما تنكبرهمش كيف ما تشاهدوا معايا في الصوره بالمساعده ديال الزيت. صافي غادا نبقى مستمره هكا حتى تنسالي الكميه كامله اللي عندي. وضروري نغطيوها بالبلاستيك الغذائي باش ما تنشفش لينا، وندهنوهم بالزيت من الفوق باش ما ينشفوش. صافي غادا نبدا باول وحده تنسيبها الطلقات وسهله في التكراس ديالها. راها بحال المسمن او التبيد باش نصيبو فيسا. كيف ما تتشاهدوا معايا خاصنا نرقوها على هذا الشكل هذا حتى تبان لينا سطح العمل او القصريه فين نقرصوا فيها. صافي وغادا ندوز نخبزها. بالنسبه للخبيز ديالها
كيف ما ترميها غير تتبدا تشمع عليا كيف ما تتشاهدوا صافي. تنقلبها على الوجه الثاني، يعني غير تنشمعوها ماشي نطيبوها، او لا طيبناها تاني بزاف غتتقصاح، وفاش غنبغيو نلويوها ما غاداش تلوى لينا، غادا تقطع. يعني بزاف نطيبوها غير تنشمعوها كيف ما تتشاهدوا صافي. غادا تنبدا نقلب فيها من هنا ومن هنا، ودوك الجوانب كيف ما تتشاهدوا تيكونوا شويه غلاط، ثم هي نديرهم على هاد الطريقه هادو باش ثم ياخذوا شويه الطياب صافي. وتنزولها راها ما تتاخدش وقت كتير يعني في الخبيز ديالها. تنبقاو نقلبوا فيه على هذا الشكل هذا حتى تاخد لينا يعني حتى تطيب لينا من جميع الجوانب. وصافي تنبقى مستمره بنفس الطريقه، يعني راها ساهله ماهله، وخصوصا للمبتدئات اللي عمرهم ما وجدوا شي حاجه هكا رمضان وبغاو هاد العام يوجدوا شي حاجه. هاد نسال الطيب هذا راه ساهل ماهل وما غاديش ياخذ لكم حتى وقت كثير. والاهم حاجه نقدروا مثلا نخبزوه اليوم وحتى للغد ونقليو، يعني نقدروا هاد المعسله هذه ماشي بالضروره خاصنا نصيبوه في نفس النهار، يعني نقدروا نقسموها على يومين على حسب الرغبه. صافي تنبقى نقلب فيه على هذا الشكل هذا حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله، وانا تنخبز فيهم وانا تنديرهم في هذا المنديل باش يبقاو ليا سخان ويبقاو ليا هكا رطبين. كيف ما شفتوا معايا راني درتها وسط ايدي، يعني ايدي بانت، يعني راه يجونا شفافين. غادي نغطيهم هنا، غادي ندوز مباشره غادي نلويهم كيف ما تتشاهدوا. بالنسبه للويان ديالهم النصيحه اللي نعطيكم ما تلويوهمش هما يعني تزيروهم. شوفوا معايا كيفاش تلويها، تنخلي شويه اتساع ما تنزيرهاش. علاش؟ فاش غادي طيب لينا غادي تلقى الوقت او تلقى اتساع فاش غادي تحل. الا زيرتوها بزاف ما غاديش تلقى اتساع فاش غادي تحل وما غاديش تجيكم محلوله. صافي تلويها بهذه الطريقه هذه. ما تخافوش واخا تلقاو هكا مقطع لكم من شي جانب، ما كاينش حتى شي مشكل. صافي تنسدوها بالدقيق والماء. راها صراحه ساهله ماهله، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. غادا نخليهم حتى ينشف ليهم داك الدقيق عاد باش غادا ندوز وغادا نقطعهم. هنا هذه هي الكميه من بعد ما شكلتها. بالنسبه للتقطاع ديالهم تقدروا تقطعوهم هكا بالموس على شكل معين بهذه الطريقه هذه. طريقه راها سهله ماهله، وتنحاولوا نحلوهم واحد شويه هكا فاش في الطياب يجيونا ساهلين ويتحلوا لينا دغيا. ها انتم كيف ما تتشاهدوا، حيت بزاف ديال الاخوات عطيتهم الوصفه وسبق لي راني مشاركاها معكم في القناه. يمكن ما قلش لكم هاد الطريقه هذه ديال نخليوها هكا متيسعه. صراحه صيفطوا لي تصاور في المواقع التواصل وجاتهم زيبوها بزاف، جاتهم شويه قاصحه. صافي وتقدروا ايضا تقطعوها حتى بالمقص على حسب الرغبه بنفس الطريقه او بالموس، تبقى اختياري. صافي تنفتحوهم هكا كيف ما تتشاهدوا، او تقدروا تفتحوهم حتى تبغيو تقليوهم. انا الصراحه تجيني هكا نقطعهم بالموس يجوني حسن، يعني تيجوني يعني دغيا نساليهم كيف ما تتشاهدوا. غادا نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي عاد باش غادا ندوز نقليهم معاكم. بالنسبه لهاد الطريقه هذه تقدروا ايضا نقطعوها نشكلوهم على هذا الشكل هذا ونديروها في بلاستيك وندخلوها حتى المجمد. وقت ما بغيناها نقدروا نجبدوا غير بشويه بشويه ونقليوها ونعسلوها وتبقى لينا طريه. صراحه حتى هاد الطريقه هذه تجي زوينه. هنا من بعد ما قطعت الكميه كامله اللي عندي كيف ما تتشاهدوا غادي ندوزو باش غادي نقليوهم. هنا درت الزيت، هنا كان الزيت مازال ما سخنش ليا مزيان ولكن ماشي مشكل غادي يتحلوا
مع الوقت كيف ما غادي تشاهدوا كيف ما غادي يسخن الزيت كيف ما هما غادي يتحلوا معنا. وبالنسبه غادي نقلبهم غير بمشاوه باش هكا ما يتحلوش لينا في الطياب. دابور غادي تحل لكم شي وحده ولا جوج، ولكن راه ماشي مشكل. بالنسبه هذه الصبغه التحليه كيف ما شاهدتوا معايا راني تنضغط عليهم باش يبقوا يعني واخدين الشكل ديالهم. صافي وتنبقاو نقلبوا فيهم على الوجهين باش هكا ياخذوا لينا نفس اللون ويتحمروا لينا من جهتين بجوجهم. تنبقى نحرك فيهم هكا باش ياخذوا لينا اللون الذهبي، عاد باش غادي نزولهم من الزيت ونديروهم في العسل. بالنسبه للعسل راني كيف ما سبق لي وذكرت معكم في الاول راني فيش حاطاه لكم، يعني حطيته لكم العام السابق. هذا العام ما حضرتوش معكم، يعني راه نفس الطريقه تندير، ما كاينش لاش نبقى ديما نعاود لكم نفس الطريقه. بالنسبه للبنات اللي تيهمهم الامر وبغاو يصيبوه غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، اللي بغات الطريقه راه غادي تلقاه تما. صافي غادي نزولهم من الزيت وغادي نضيف كميه اخرى. كيف ما شاهدتوا معايا هذه تحلات حيت ما كانش مسدوده مزيان بالدقيق. حاولت هكا نبارك عليها بالفرشيطه والمشاوه باش ما تحلش ليا كامله. هنا هني طفيتهم في العسل. بالنسبه للعسل خاص يكون ثقيل. هنا غير راني متابعه الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. مهم العسل خاصو يكون ثقيل باش هكا يجونا شاربين العسل. صافي تنخليهم تقريبا المده حتى تيطيبوا ليا القليه الثانيه، عاد باش نزولهم همايا من العسل. يعني تقريبا تنخليهم واحد 5 دقائق هكايا في العسل عاد باش نزولوهم. وبالنسبه للعسل نضيفو فيه الحلوى والعسل يكون بارد، ما نضيفوش العسل يكون سخون. هنا بغيت غير نشارك معكم كيفاش تجينا مع الكبد العسل ومقرمشه، صراحه تجي غزاله. وهذا هو الشكل النهائي ديال نسال الطير او نسال العصفور كله كيفاش يسميه. جاوبت معكم بطريقه جد سهله ومبسطه وفي المتناول الجميع. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وما تنسوش الا عجبكم الفيديو الضغط على الاعجاب وتبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. ونخليكم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.